نرحب باسمي وباسمكم نرحب باسمي وباسمكم نقف إجلالا وإكبارا. هي ليست دقيقة صمت، هي ليست دقيقة صمت، هي عدم وجود أحزاب وضرب قوانين الأحزاب. قالوا في البداية المشكلة المادة الثامنة، تغيرت المادة الثامنة. قالوا في البداية المشكلة المادة الثامنة، تغيرت. حتى الحوار الوطني قلنا لا يوجد مشكلة فيه كمبدأ، لكن الحوار الوطني بحاجة لتهيئة، بحاجة لأطراف معروفة تتفق، بحاجة لحوار أطراف معروفة تتفق، بحاجة لحوار يسبق، بحاجة لإيقاف الإرهاب. عندها نستطيع أن نصل للحوار الوطني. فكل الطروحات السياسية وافقنا عليه في الحوار الوطني، فكل الطروحات السياسية وذهب الدستور، كل الدستور غيرها من الحجج أو المبررات أو العناوين التي وضعت تغيرت كلها ولم يتغير. المبررات أو العناوين التي وضعت تغيرت كلها ولم يتغير. والحوار نقول أن يرتكز على هذه الأسس لكي لا يبقى حوارا شكليا. نقول أن يرتكز على هذه الأسس لكي لا يبقى حوارا شكليا الحكومة. ولكنني تحدثت في الخطاب الماضي عن الحكومة ولكنني تحدثت في الخطاب الماضي عن الحكومة. الدستور الحالي يقر باستقالة الحكومة. هناك مثل أجنبي يقول قص أو قطع أنفه نكاية في وجهه. لا يمكن أن نقوم بهذا، أن نطبق هذا المثل على الوطن. يقول قص أو قطع أنفه نكاية في وجهه، قص أو قطع أنفه نكاية في وجهه، قص أو قطع أنفه نكاية في وجهه. يقول قص أو قطع أنفه نكاية في وجهه. يقول قص أو قطع أنفه نكاية في وجهه. أنتم تعرفون ما هي المفاهيم الجديدة التي دخلت لدى قسم كبير من الجيش الشاب في سوريا. مفاهيم الإرهاب، العنف، اللصوصية، المرتزقة، الإرهاب. سوريا مفاهيم الإرهاب، العنف، اللصوصية، المرتزقة، الإرهاب. البعض عاطل عن العمل، يأخذ أموال يخرج في المظاهرات، كلنا نعرف هذه الحقيقة. لكن البعض لديه عمل ترك هذا العمل لأنه رأى بأن هذا العمل الآخر أسهل، يخرج لمدة ساعة أو نصف ساعة فيأخذ الأموال. هناك شباب في سن المراهقة 14-15 تقريبا، أعطوا حوالي 2000 ليرة سورية بقتل كل شخص. أعطوا حوالي 2000 ليرة سورية بقتل كل شخص. أعطوا حوالي 2000 ليرة سورية بقتل كل شخص. 14-15 تقريبا، 14-15 تقريبا. فنحن لسنا ببشر. هذا هو الشعور الطبيعي الإنساني وأيضا الوطني.